العيال عليهم مذاكرات ومراجعات وامتحانات ورب العزة ما عندهم دم. انا تعبت والله العظيم. كمل فيديو معايا الاخر واعملوا متابعة على القناة ودوس لايك، ربنا يكبر بخاطرك وينولك كل اللي بالك يلا هتعمل متابعة على القناة. انا عيالي قاعدين كأن الوزير التربية والتعليم مديهم الامتحانات في جيبهم. العيال بيقعدوا على التليفون، العيال بيقعدوا قدام التلفزيون، العيال لموا مصروف بعضهم وراحوا اشتروا كوتشينة في عز الامتحانات. اللي في تالتة اعدادي زي اللي في الثانوي زي اللي في الابتدائي محدش عنده ريحة المسؤولية. فوجئت ان انا داخله لهم الاوضه بعتوا جابوا كوتشينه من مصروفهم وقاعدين يلعبوا، شايفين حتى التوقيت بتاعهم عامل ازاي. راحوا اشتروا كوتشينه يلعبوا بها في الامتحانات. انا والله العظيم يعني انا بقعد بالليل كده مع نفسي بقى الساعه المفروض ان انا هقعدها بقى عشان ايه اشحن طاقه خاطر اقدر ان انا اتواصل معاهم تاني يوم. قاعده يعني بند بحظي وبند ببختي وحامله الهام. يعني انا بطالب وزير التربيه والتعليم انه ياخدني انا امتحن عشان انا تعبت. يعني متهيألي ان هم كمان قاعدين كمان مدرسه هينسوا كمان اللي هم خدوه. يعني كان اول في مدرسه حالا ما فيش مدرسه كمان قاعدين من المدارس هينسوا كمان اللي هم خدوه. بيروحوا الدرس في ساعه ويجوا. والله العظيم ساعه منها المشوار رايح ومشوار جاي والحصه بتاعت الدرس. ما اعرفش المدرس بيديهم قد ايه في الفصل او في الحصه. العيال دي هتنجح ازاي انا مش عارفه. انا بطلب من وزير التربيه والتعليم يلم الامهات تمتحن عشان ربنا يعوضنا خير في تعبنا.